عارفة حتتين اللحمة اللي بيفضلوا عندك في العيد في التلاجة وانت عمالة تدخلي وتطلعي فيهم محتارة، حمرتي مش نافع، حطيتي في شوربة، حطيتيهم في الخضار وانت عمالة تطلعي وتدخليهم في التلاجة وفي مصيرهم في الاخر هيترموا. تعالى اقولك بقى هتعملي منهم اكلة عمرهم ما هيصدقوا ان هي من اللحمة اللي ما كانوش عايزين ياكلوها. كملي الفيديو للاخر وهتدعيلي. بصي يا ست الكل، في البداية كده هتجيبي حلة على النار، هتحطي فيها مية وهنحط فيها رشة ملح. أول ما المية هتغلي معانا كده هننزل بكيس مكرونة فرن. تمام، احنا هنا ما حطيناش زيت، ركزي معايا. في الوصفة بتاعتنا كلها مش هنستخدم أي مواد دهنية. تمام، هتنزلي بقى بالمكرونة بتاعتك وهتديها تقليبة كده، واول ما هتغلي معاكي كده غلوتين هتقفلي عليها النار وانتي واقفة بتعملي بقية الحاجة بقى، كل شوية هتديها تقليبة وهتفضل في المية السخنة زي ما هي. هتجيبي اللحمة بتاعتك بقى بالسكينة، هتبدأي تقطعيها زي ما انتي شايفة كده. بالطريقة دي هتقطعي اللحمة اللي فيها احمر وفيها سمين دي. اما الحتتين اللي هما السمين دول بس هنخليهم على جنب، دول للاخر. دلوقتي هقولك هتعملي بيهم ايه. هنقطع اللحمة قطع صغيرة قوي، هي اصلا مستويه فهتلاقي اصلا بتتفصص معاكي وانت بتقطعيها. تمام يا ست الكل، خليكي مركزه معايا. هنكمل بقى تقطيع زي ما انت شايفه بالشكل ده كله، وبعد ما هنقطعها هنبتدي بقى ايه، نحاول ننعمها شويه كمان بالسكينه. هتجيبي طبق وهتركني بقى اللحمه الحمراء واللي فيها سمين اللي احنا قطعناها دي، هتركنيها على جنب. وهتجيبي بقى ايه اللحمه السمينه بس دي هتبقى المادة الدهنية اللي احنا هنعمل الوصفة بتاعتنا. مش هنحط اي دهون في الوصفة او مادة دهنية في الوصفة بتاعتنا. نعمناها قوي زي ما انت شايفة بالشكل ده كده. وفي طاسة على النار هننزل باللحمة السمينة اللي احنا نعمناها دي، اللي هي زي ما قلنا المادة الدهنية اللي احنا هنشتغل بيها في الوصفة. هتنزلي بقى عليهم ببصلة كبيرة او بصلتين متوسطين، يكونوا مفرومين فرم خشن او متقطعهم تقطيع عادي صغير بالسكينة على نار متوسطة. هنقلب بقى الكلام ده مع بعضه لحد ما البصلة بتاعتنا تدبل. مش هتاخد لون، احنا نخليها تدبل بس. واول ما هتدبل معانا البصلة هننزل بقى بالخضار بتاعنا. الخضار بتاعي انا مفرزاه، عايزه اقول لكم ان انا بحطه في كيس كبير زي ما انتوا شايفين كده. شايفين لونه اخضر ازاي، ويبقى مش بيبقى سايب زي ما انتوا شايفين، ما بيبقاش قطعه واحده ولا كتله واحده. شايفين الكيس البسله برضه انا مخرجه منه الهواء، وبحطهم في اكياس كبيره وباخد منهم زي ما انا عايزه. شايفين مش ماسك في بعضه خالص. وهننزل كمان، نزلنا بفاصوليا وبسلة، وهننزل كمان بكم قطعة كده من الجزر. وهننزل كمان بشوية فلفل أخضر، ولو عندك فلفل ألوان عادي. هنقلب بقى الخضار بتاعنا كويس قوي. بعد كده ضفت دي قطعة من الفلفل الأحمر الرومي مفروم، بس أنا بشيله في الفريزر. تمام، وبعد كده البهارات بتاعتنا ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، وربع معلقة كمون، ونص كزبرة، ومعلقة بابريكا، ومعلقة من بهارات اللحمة. هنقلب الكلام ده كويس، وبعد كده هنغطي عليهم وهنسيبهم يستووا على نار هادية، ياخدوا نص سوا. تمام، ولو انتي مستعجلة هتعلي النار، بس هتضيفي شوية مية علشان على ما ياخدوا نص السوا يكونوا يعني تشربوا المية بتاعتهم اللي انت ضفتيها. اما هو الخضار هينزل مية، لو هتهدي النار هيستوي منه لنفسه. تمام، بعد ما خد نص سوا زي ما انتوا شايفين كده، هننزل بقى باللحمة بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض. هي اللحمة بتكون مستوية، بس احنا هننزلها والخضار نص سوا علشان الخضار ياخد من طعم اللحمة كده ويبقى جميل. تمام، هنقلب كويس قوي. انا هنا حسيت ان في قطع لحمة برضو لسه كبيرة شوية، فروحت قصيتها بالمقص زي ما انت شايفة كده عشان تبقى كلها ناعمة جدا. تمام، وبعد كده هتقلبيها وهتغطي عليها تستوي على مهلها كده على نار هادية. ولو مستعجلة هتعلي النار عليها وهتزودي شوية مية او شرب. هنا بقى عندنا لتر الا ربع من الحليب، عليهم معلقتين كبار من الدقيق. هنقلبهم مع بعض كويس لحد ما الدقيق يختفي تماما، يدوب كله. وهننزل عليهم معلقة صغيرة من الملح ورشة فلفل اسود، ولو عندك فلفل ابيض هيكون افضل.
وهنقلب كويس، وبعد كده هننزل عليهم بكوباية من الشوربة، وممكن تضيفي الكوباية دي لبن، تحطيه لبن، لو مش عايزة تضيفي شوربة تستكفي انك تعملي لتر من الحليب، او ممكن مية من مية سليق المكرونة. وهنقلبهم كويس قوي. بعد كده هنفعهم على النار لحد ما يبتدي القوام يتقل معانا. مش هنقفل اول ما القوام يتقل، لا، احنا علشان الدقيق يستوي كويس هنسيب النار متوسطة لمدة دقيقتين بعد ما غلى كده، مع التقليب المستمر علشان ما يكلكعش او يعمل كتل معانا. تمام. وبعدين هنطفي عليها وهننزل عليها بعلبة من كريمة اللباني، او ممكن نستبدلها بالقشطة البيتي، 3-4 معالق كبار من القشطة البيتي لو مفيش كريمة لباني. وهنقلب كويس بقى، بس واحنا قافلين النار، يعني اهم حاجة هنضيف الكريمة او القشطة بعد ما نطفي النار على البشاميل بتاعنا. تمام كده، وجهز معانا كده احلى بشاميل ممكن تعمليه من غير اي مادة دهنية. احنا حطينا القشطة بيبقى فيها دهون بسيطة، او الكريمة بيبقى فيهم دهون بسيطة. تمام. هنا بقى جهزت معانا اللحمة والخضار بتاعنا زي ما انتوا شايفين، بجد شكلها تحفة وشكلها يفتح النفس. عايزة اقول لكم ان هي انا حطيتها حشوة في مكرونة بشاميل، بس عايزة اقول لكم ان انت ممكن تستخدميها في حاجات تانية، حشوات وصفات تانية. يعني ممكن حشوة في الجلاش، ممكن كمان تعمليها سندوتشات زي ما هي كده عليها طحينة. بجد هتبقى جميلة، وهتبقى فكرة حلوة قوي انك اكلتي ولادك خضار. تمام. ممكن تعمليها سندوتشات في العيش السوري تبقى زي الشاورما بالظبط. وبعد كده في طاجن بقى او صينيه هتحطي البشاميل، طبقه بشاميل من تحت واسفل، لان المقطع ده اتحذف مني والله زي ما انتوا شايفين. بعد ما خلصت الفيديو خالص المقطع اتحذف. الخطوه دي سهله جدا. هتضيفي طبعا طبقه بشاميل تحت في الصينيه او في الطاجن بتاعك. بعد كده هتحطي نص كميه المكرونه، وهتحطي كمان شويه بشاميل عليهم. وبعد كده هتحطي الحشوه بتاعتك، اللحمه والخضار. وبعد كده هتضيفي عليهم كمان برضو معلقتين بشاميل كده. وبعد كده هتضيفي باقي كميه المكرونه، وهتحطي باقي البشاميل على الوش. اللي هدي بقى رشه جبنه ميكس زي ما انتوا شايفين. وعايزه اقول لكم ان الخطوه دي اختياري، وكمان البشاميل بتاعنا القشطه بتخليها تاخد لون رهيب يا جماعه. وبعدين هندخلها فرن سخن على درجه حراره 200، هتقعد 10 دقايق بس. وهنشغل الشوايه كده على نهديها شويه وتاخد اللون اللي انتوا شايفينه القمر ده. وهتبقى عملتي وصفة ولادك هيتخانقوا عليها من كام قطعة اللحمة اللي هم أصلا ما كانوش راضين ياكلوهم. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد بقدمه. ولو بتشوفوني على الفيسبوك ما تنسوش الفولو. والسلام عليكم ورحمة الله.